أكثر من 2 وموقع البرتقال على فيسبوك يشغل بال الشباب وتفكيرهم طالبين صداقة هذه الحسناء الحالمة. بعد البحث والاستقصاء اتضح أن هذه البرتقالة لم تكن إلا أم رياض ذات 75 عاما، والتي دفع بها الحنين إلى أبنائها المهاجرين إلى أن تتعلم على الكمبيوتر وإشغال وقتها، بعد أن استطاعت وفي غضون 4 سنوات أن تتحول من أمية لا تجيد القراءة والكتابة إلى سياسية وناقدة. المرة لحت عليه واشتريت له كمبيوتر وكاميرا وتعلمت وقامت تصور وقامت تحكي ولدها. البرتقالة تنشر مقترحاتها حول العملية السياسية في العراق وما وصل إليه السباق بين علاوي والمالكي، وواقع الأغنية في العالم العربي وتحولها من الأصالة والطرب إلى الترقيص. موقع البرتقالة الرسمي حافل بمشاهير الغناء، ومنهم أم كلثوم وفيروز وسعد الحلي. أما التواصل مع الأصدقاء والأولاد فيحدث باستمرار، حتى إنها تشعر إنهم ما زالوا قريبين منها. وأنا ويا ولدي أقعد والمطبخ منضوجا هم قبال عيني. أيوة أفتح الكاميرا، عندي بالفرين وعندي هواية الحمد لله والشكر، هم أصدقاء وأهل الولاية والحمد لله والشكر. الإرادة صنعت وسيلة لهذه المرأة لتجد نفسها قد تحولت من جاهلة لا تجيد القراءة والكتابة إلى عارفة بأمور السياسة والغناء. فحنين الأمهات في العراق ما زال يمثل براءة اختراع يصنع المعجزات بدرجات عالية. من الديوانية شاكر عواد، العربية.